متابعينا الكرام، السلام عليكم. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع مهم بزاف، وتيهمنا احنا جميع المغاربة، جميع المسلمين في إيطاليا. مؤخرا تنشوفوا في القناة الرابعة الإيطالية بشكل أسبوعي واحد البرنامج اللي أنا في نظري الهدف منه هو سياسي، وهو استغلال الظروف اللي كاينة حاليا والإساءة المسلمين، وبذلك الإساءة الجالية المسلمة هنا بإيطاليا. للأسف هذا البرنامج هذا مؤخرا تيستدعي مجموعة من الأئمة والناس اللي مسؤولين عن الشأن الديني هنا في إيطاليا. والناس أنا من طبيعة الحال تجي لأي إمام أو أي شيخ واحد الفرصة باش يمشي لهذيك القناة ويهضر فيها، وهي قناة كبيرة من طبيعة الحال شي حاجة مزيانة، ولكن الحاجة اللي هي خايبة هو أنك ما تتعرفش أشنا هو الهدف ديال دوك الناس. الهدف دوك الناس ماشي هما باش يحاوروك أو لا يعرفوا المواقف ديال الدين الإسلامي من هذه المسائل، ولكن الهدف منها هو الإساءة لنا كمسلمين والإساءة للمهاجرين. إلى لاحظتوا تيستدعوا الناس اللي ما عندهمش واحد الباجاج في اللغة الإيطالية، يعني ما عندهمش مصطلحات لغوية باللغة الإيطالية اللي تخليه يشرح الحقائق ويوصل الأفكار كما يجب. ديما تيكون واحد الضعف وتتبقى الدور في واحد دائرة مغلقة، وهما هذوك الناس اللي تيستدعيو ما تيستدعوش ناس رجال دين ديال ديانات أخرى، وإنما تيستدعيو سياسيين ومن أحزاب يمينية متطرفة. يعني أنت كإمام تمشي لواحد البرنامج وتلقى راسك محاط بالإعلام المتطرف والأحزاب السياسية المتطرفة. هنا خاصك تطرح سؤال: لماذا أنت وسط هاد الناس؟ أنت كإمام خاصك تكون أنت مع رجال دين ديال ديانات أخرى وتحاوروا على الأحداث، أنا متفق معك، لكن ردوا بالكم الإخوان، أنتم أئمة، عندكم اللغة قليلة، عندكم المصطلحات الإيطالية قليلة، عندكم معرفة سياسية بالأحداث اللي تدور قليلة. ما تبقاوش تمشيو لهاد البرامج، ما تبقاوش تمشيو لهاد البرامج، لأن الهدف منها هو الإساءة للمهاجرين ومساءة للدين الإسلامي ومحاربة الدين الإسلامي. ما تبقاوش تمشيو، لان هاد الناس هادو تيجيبوكم تما وتيبداو يضحكوا عليكم ويضحكوا عليكم المشاهدين من جميع انحاء العالم، تيضحكوا عليكم المهاجرين. علاش حنايا كمغاربه اللي عندنا الجرأه؟ هاد الناس هادو راه تيستدعيو بزاف ديال الناس، ولكن اللي عنده العقل وتيعرف فين يحط رجليه ما تيمشيش لهاد البرامج هادي، وبالاخص مع ناس سياسيين. انا اناشد هاد الناس هادو اللي تيمشيو وتيحطوا راسهم في هاد المهزله وتيحطوا راسهم في هاد الاساءه وتيسيئوا لنا حنايا كجاليه مغربيه وتيسيئوا لنا كجاليه مسلمه وتيسيئوا لنا كمهاجرين. تنتمنى يوصلكم هذا الميساج وما تبقاوش تمشيو هاد البرامج. اللي عنده كفاءه في اللغه الايطاليه وقاري اللغه الايطاليه وفي نفس الوقت قاري الدين الاسلامي يقدر يمشي، ولكن يمشيو بالشروط اللي باغي هو، لان هذوك الناس تيشرطوا عليك بعض الشروط باش تقولها في البرنامج، ولا ما بغيتيش تقولها ما تيستدعوكش هاد الناس عندهم رسائل سياسيه واحزاب سياسيه يمينيه. هاد القناه الدور ديالها هو الاساءه للمهاجرين وتخدم الاحزاب السياسيه اليمينيه المتطرفه، لا اقل ولا اكثر. اخواني ردوا بالكم من هاد المسائل، ما تبقاوش تمشيو. الله يجازيكم بخير، وغادي نرجع لهذا الموضوع ان شاء الله في فيديو ثاني. تحياتي.